هنا القاهرة. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. قام العدو في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية، عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج. وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المسلحة. هنا القاهرة. جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي: بيان رقم 2. ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا، تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة. هنا القاهرة. جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي: الحاقا للبيان رقم 2. نفذت قواتنا الجوية مهامها بنجاح، وأصابت مواقع العدو بإصابات مباشرة، وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة. هنا القاهرة. البيان رقم 4. حاولت قوات معادية الاستيلاء على جزء من أراضينا غرب القناة، وقد تصدت لها قواتنا البرية وقامت بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقط القوية المعادية. ثم قامت بعض من قواتنا باقتحام قناة السويس مطاردة العدو إلى الضفة الشرقية في بعض مناطقها، ولا زال الاشتباك مستمرا. هنا القاهرة. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة: نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية بالقناة. هنا القاهرة. البيان رقم 6. نتيجة لنجاح قواتنا في عبور قناة السويس، قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة، فتصدت له مقاتلاتنا واشتبكت معه في معارك عنيفة، وقد أسفرت المعارك عن تدمير 11 طائرة للعدو، وقد فقدت قواتنا 10 طائرات في هذه المعارك. هنا القاهرة. إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. البيان رقم 8. قام العدو بعد آخر ضوء اليوم بهجمات مضادة بالدبابات والمشاة الميكانيكية ضد قواتنا التي عبرت قناة السويس ومن اتجاهات مختلفة، وقد تمكنت قواتنا من صد جميع هذه الهجمات وتدمير العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، ولا زالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها على الضفة الشرقية للقناة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي: البيان رقم 10. لا زالت قواتنا المسلحة مستمرة في تدفقها وقتالها في سيناء، مكبدة العدو خسائر كبيرة، وقد قامت القوات الجوية للعدو صباح اليوم بقصف جوي بتشكيلات كبيرة على بعض المطارات، واشتبكت معها مقاتلاتنا ووسائل دفاعنا الجوي، وتم تدمير وإسقاط 5 طائرات للعدو، ولم تحقق غارات العدو الجوية أهدافها. هنا القاهرة. هنا القاهرة. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. أولا، حوالي الساعة 1:30 بعد ظهر يوم 10 رمضان سنة 1393 هجرية، الموافق 6 من أكتوبر 1973 ميلادية، قام العدو الإسرائيلي بهجوم غادر على كل من مصر وسوريا،
ثانيا، نجحت قواتنا في صد هذا الهجوم ببعض الخسائر في الأفراد. ثالثا، وبعد أن اتضحت نية العدو، قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة الرد بقوة على هذه الاعتداءات المتكررة، فقامت قواتنا بشن هجوم شامل على طول جبهات القتال، واقتحمت قناة السويس تحت سند من قصف الطائرات والمدفعية ومساندة القوات البحرية والدفاع الجوي. رابعا، نجحت قواتنا المسلحة في عبور القناة والاستيلاء على معظم الشاطئ الشرقي، وواصلت قتالها وتدعيم مراكزها شرقي القناة. خامسا، وفي ليلة 6/7 استمر قتال قواتنا مع العدو، ودارت معارك عنيفة. قام العدو بهجمات مضادة محاولا استعادة الموقف، ولكنه فشل، وتمكنت قواتنا من صد هجمات العدو مع تكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. سادسا، قامت قواتنا البحرية بتدمير 5 قطع بحرية للعدو في البحر الأبيض المتوسط، وقامت بقصف بعض المناطق المعادية بالشاطئ الشرقي لخليج السويس. سابعا، ونتيجة لهذه المعارك وصلت نتائج القتال منذ بدئه إلى الآتي: خسائر العدو: إسقاط 27 طائرة للعدو، وتدمير 60 دبابة، وتدمير 15 موقعا حصينا شرق القناة، وعدد من الأسرى يجري حصره، علاوة على تكبيده خسائر جسيمة في الأرواح. بينما كانت خسائر قواتنا 15 طائرة مقاتلة وبعض الطائرات الهليكوبتر، كما تكبدت قواتنا بعض الخسائر في الأفراد. ثامنا، ما زالت قواتنا تتدفق عبر القناة وتواصل تقدمها شرقا، والاشتباكات الأرضية والجوية مستمرة. هنا القاهرة.